بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. الحضور الكرام، هذه هي الدنيا، من بدأ انتهى، ومن عاش مات، فرسول الله قد رحل ومات، وخاطبه ربه في القرآن الكريم بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وسيدنا محمد أخبره ربه بميعاد وفاته قبل موته، وقال له: يا محمد، إذا نزلت عليك إذا جاء نصر الله والفتح فاعلم أنك قد اقترب أجلك. واستأذنه ملك الموت في قبض روحه. أما نحن ففقراء، يأتينا الموت دون مقدمات ودون إذن، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولكن العاقل في هذه الدنيا من علم أنه أنفاس معدودة، وتصعد روحه إلى ربه، فيعمل من أجل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويسعى أن يسطر صحيفته بالحسنات ويبتعد عن السيئات. وما من كاتب إلا وسيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخط يدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والكيس في هذه الدنيا من عمل لنفسه وقدم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الإنسان إنك ميت، فانظر إلى من كان قبلك وانقبر، كم كان يبني في القصور معمرا، وتراه بعد قصوره سكن الحفر. كم كان يلبث من ثياب فاخر، وتراه في كفن الممات قد اندثر. كم كان يحرك في الحياة ويبتغي، وتراه بعد مماته قد سلب الإرادة وانحصر. وفي كل يوم ينادي مناد: أبناء الثلاثين ماذا قدمتم؟ أبناء الأربعين هلموا، أبناء الخمسين زرع دنا حصاده. والله تبارك وتعالى يمسح على وجه العبد بعد الأربعين بيمينه، ويقول: أما آن لهذا الوجه أن يتوب. الإنسان يسهر طوال الليل ممسكا محموله، والله تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الأخير
من الليل. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. وما تذكر الإنسان أن يصلي ركعتين بالليل والناس نيام لظلمة القبر، بل أكثر من ذلك، ينام قبل أذان الفجر بدقائق رغم أنه سهر طوال الليل. على ما تضحك؟ الله خلقك وغني عن عبادتك. إذا أردت أن تكون غنيا تحصل الأموال في البنوك، كذلك إذا أردت أن تكون غنيا في قبرك فعليك أن تحصل الحسنات في صحيفتك، حتى إذا عرضت يوم العرض الأكبر وجدت هذه الحسنات. الإنسان يسهر طوال الليل ولم يمسك المصحف ليقرأ ورقة أو ورقتين أو يقرأ وردا من القرآن، مع العلم أنه إذا أراد أن يأكل ينوع مائدة الطعام من مأكل ومشرب وحلوى، فهذه المائدة تتغذى بها الروح، هذه المائدة يتغذى بها الجسد، أما الروح فلها غذاء آخر، وهو أن يقرأ الإنسان القرآن، وأن يجعل لنفسه وردا من القرآن، وأن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. كذلك الروح تتغذى بالذكر والتسبيح والتهليل، فعلى كل عاقل أن يغذي روحه بالذكر والتسبيح والتهليل، وهو مالك أمره وصحته. ففي يوم من الأيام سيرحل الشباب وستمضي الأيام وتأتي لتصلي ركعتين ولا تجد هذه الصحة التي فرطت فيها في زمن الصبا، فاعمل لنفسك وأنت مالك أمرها. أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها.